النهارده احنا موجودين في كامبس بتاع يو بي سي. هنتكلم مع بعض النهارده على برنامج من البرامج اللي انا ما كنتش مصدق بوجودها لحين ما صديقي اللي بيصورني دلوقتي بالفعل جه. هو في الحقيقه سالني الاول قبل ما يجي، قلت له والله الموضوع يبدو حلو بس انا مش متاكد ممكن ينفع ولا مش هينفع، وبالفعل الصديق كمل والحمد لله وصل لغايه الكامبس ده. هكلمكم النهارده على برنامج للناس اللي شغاله في مجال المحاسبه والتجاره. بس الاول قبل ما نبدا تعالى اوريكم الكامبس شكله عامل ازاي. تعالى برضو نرحب بصديقنا عبد الرحمن. عبد الرحمن قول لي حبيبي ازيك عامل ايه اول، بس قبل ما نقول الحمد عامل لله ايه. الحمد لله انا في نعمة متشكر ان انت وفضل الحمد يعني لله. فضيت لي من وقتك النهارده يعني على ان احنا نتمشى ده مع بعض في المكان انا الجميل ده. ده انا ليا الشرف ان انا ابقى معاك يا الله حسن. يخليك يا حبيبي، الله يخليك. حضرتك يعني كلك ذوق الله يخليك الله واحترام يخليك، ربنا يخليك، مفيش اي حاجه والله. ايه وانا المكان ليا الجميل اللي الشرف احنا ده. فيه ده يعني يو والله بي الواحد سي مبسوط جدا بصراحة، جدا. انا لسه في الاميزمنت فيز، انا بقالي شهر اه بس. يعني الواحد منبهر بصراحة. حلو قوي. احنا المكان اللي احنا مكمل فيه ده اسمه ايه خضرة بقى؟ احنا دلوقتي ناحية الروز جاردن، اوكي. في اول المين مول. انا بسمع عن منظر الروز جاردن دي من الاماكن المهمه جدا هنا. هي مشهورة قوي، والميزة فيها ان الفيو تحفة. انت عندك طب ما تيجي اوشن نروح نبص عليها. هدفنا النهارده ان احنا نوريكم البرنامج اصلا، وعايزين نحكي لكم على التجربه بتاعت عبد الرحمن في الوصول الى الكامبس هنا في يو بي سي. طبعا كل الناس عارفه يو بي سي، ومش مجرد ان انت وصلت يو بي سي. الفكره ان البرنامج التكلفه بتاعته يعني من اكتر المميزات بتاعته، التكلفه بتاعته خطيره جدا جدا. فزي ما انتم شايفين كده دي الروز جاردن، الحديقه الجميله اللي هي موجوده على الاوشن اللي هناك ده. يعني هو الدنيا مش مغيمة شوية، اه الأوشن أهو عندك م. وتطلع فوق عندك جبال ومنظر. رائع، حلو جدا جدا. تعالى نقعد بقى دلوقتي في حته مع بعض كده ونتكلم ونشوف يلا ايه بينا. اللي بيحصل بالظبط في البرنامج. فتعالى كده يا عبد الرحمن نبدا مع بعض في ايه هو البرنامج ده. انت اولا اتعرفت عليه ازاي؟ ايه ادينا شويه عن الباك جراوند بتاعك وايه اللي خلاك تدخل برنامج زي ده. أنا الباك جراوند بتاعتي تجارة إنجليزي، اوكي. اتخصصت في المحاسبة، وكان هدفي إن أنا آخد سي بي إي. ممتاز. فلما بصيت ودورت على شروط إن أنا آخد سي بي إي من كندا، لقيت إنه البرنامج ده بيحقق البري ريكوست بتاعت البرنامج عشان تنرول وتبقى سي بي إي هنا في كندا. حلو جدا جدا، حلو قوي. طبعا دورت كتير، ومن كتر ما البرنامج يعني مغري. هو دي الجامعه، معلش ما قطعتك، بس هي دي الجامعه اللي احنا داخلين عليها؟ دي كلها بتاعتي، ممتاز. يو بي سي يو ساودر بي سكول سي اوف ساودر بزنس. زي ما انتم شايفين ده كده. ال- كده احنا دخلنا الكليه. احكي لنا كده عبد الرحمن بقى ايه اللي بيحصل ده هنا. كده اول حاجه هنا البيزنس كارير سنتر. اوكي. مكان بيدربوك فيه على كل حاجه. لو عملت زوم على الكلام هنا. ريزومي كفر يساعدك في الريزومي واكسبلورينج كارير. الله حلو جدا. ده internships. مخصص لطلبه ساودر سكول اوف بزنس بس، دونا عن باقي البي سي. حلو جدا جدا. الكافيتيريا دي ولا ايه دي؟ ده المين هول بيبقى آه. دايما في سي بي اي، حتى في ايفنت هنتعمل بكره. بتدي ام بي اي وبتدي حاجات كتير كده بتدي حاجات كتيره خالص. الام بي اي بتاعها بكام قبل ما نكمل؟ تقريبا اخر مره شفت كان حاجه ما بين و90. ما بين اه 80 ل 90 الف كده. يعني فموضوع كبير جدا. اه فدي ما جامعه يا جماعه يعني من ارقى الجامعات في العالم في مجال البيزنس. هي وفقا لاخر حاجه طالعه كيو بي سي ككل، هي المركز ال 32 على اوكي. العالم، ممتاز وهي رقم ما بين 2 ل 3 على مستوى كندا. ممتاز. طيب احكي لنا بقى على اسم البرنامج، اصلا ايه البرنامج واحكي لنا البرنامج شويه عنه بقى كده. اسمه دبلوما ان اكاونتنج بروجرام. ممتاز. هو برنامج بوست بكالوريت. اوكي. المختصر بتاعه داب، مشهور هنا بداب. امم هو برنامج عبارة عن برنامج تخصص في مجال المحاسبة. اوكي. بيأهلك بعد كده انك تقدم على برنامج السي بي اي. ممتاز، حلو جدا جدا. طيب البرنامج ده كده قول لنا كده على المده بتاعته قد ايه وايه الاشتراطات بتاعته. هو مبدئيا البرنامج عبارة عن 15 مادة، اوكي. فيا اما مسموح لك ما بين 3 ل 4 مواد في الترم. اوكي حلو قوي. عندك 3 ترمات في السنة. ممتاز. لو انت خدت الفاست تراك فانت هتخلص بالظبط في 16 شهر. حلو قوي. يعني من 14 من 16 ل 8 ل 24 مش من كده؟ 16 ل 24. ممتاز، حلو قوي. نيجي بقى للمتطلبات. اه هو عايز اول حاجه انت تبقى معاك باتشلر ديجري، اوكي. تبقى جايب في اخر سنتين ايوه. سي بلس. سي بلس في دي اللي هي آخر تعادل كام سنتين. بقى بالنسبه لمصر؟ تقريبا فوق ال 75%. اوكي. فدي برضو يعني بتعمل ليميتيشنز شويه لبعض الناس عشان الناس بس تبقى عارفه الكاتش بتاعها، عشان بس ما تبقاش بالظبط، بس النقطه برضو يركزوا انها لاخر سنتين بس. اخر سنتين في الكليه. اوكي. يعني انت هم عايزين يشوفوا انك بتتحسن في دراستك أوكي. وانك جاهز للبرنامج. ممتاز، حلو قوي. تاني حاجه دي كانت الاستغراب بالنسبه لي، ان هم مش طالبين ايلتس. أوكي. هم قالوا لو قدمت ما يثبت انك بتدرس بالانجليزي ف
اهلا وسهلا بيك، قدم اثبت لنا ممتاز ذلك ممتاز، حلو جدا. وهنرد عليك في الابلكيشن يعني. طيب وانتوا طبعا جامعاتنا بتاعت مصر بتاعت انا يا الانجليش، جماعه انا تجاره انجلش اسيوط، جامعه اسيوط. فكل الانجليش بيسمح بقى بالطريقه. جبت شهاده من الجامعه عندي ان انا دراستي كانت بالانجليزي طول 4 سنين. اوكي. والحمد لله اتقبلت، جالي القبول للجامعه. ما شاء الله ما شاء الله، حلو جدا جدا. عايزين ندخل بقى دلوقتي في موضوع مهم جدا، هو موضوع الفلوس بتاعتها. الفلوس بتاعتها قد ايه بقى؟ دي نقطه مهمه الناس عايزه تعرفها. المفاجاه ان هو ان انت على قد ما هتحمل مواد في الترم اوكي على قد ما هتدفع. البرنامج كله هيبقى عامل بالظبط 12150 بلس الستودنت فيز والماتيريالز لو انت هتجيبها. حلو جدا. تقريبا يعني كده كله على بعض الماده الواحده ب 810. اوكي. انت في الترم مثلا هتاخد 3 مواد 4 مواد، هتلاقي المبلغ في المتناول. يعني اوفرول البرنامج تكلفته بتكون في حدود كام؟ ابروكسيمتلي هتقفل 15 ممكن. حلو قوي حلو قوي. ده في سنتين مش كده؟ كتير بالستودنت فيز. ممتاز. بالمناسبه الستودنت فيز بتبقى فيها حاجات كتيره. فيها اشتراك الباص اليو باس. بالظبط ما ينفعش حاجه في المدينه كلها يعني. ايوه. وبيبقى معمول لك تامين طبي زياده عن التامين الاساسي. بيوفر لك عشان الدنتال والحاجات دي. الدنتال والاي كير والحاجات زي كده. حلو قوي. طيب احنا كده اتكلمنا، بس عشان الناس تبقى متابعه معانا، اتكلمنا على ايه اسم البرنامج، المده بتاعت البرنامج وعدد المواد اللي بتدرسها والساعات بتاعتها. اتكلمنا على الريكويرمنت بتاعت البرنامج كخبره اكاديميه كانجليزي، واتكلمنا على الفلوس بتاعت البرنامج. دلوقتي بنشوف بقى معاك حياتك كطالب بقى، انت بتعمل ايه هنا؟ احكي لنا كده ايه الطبيعي بتاعك بتاع الطالب، بتصرف قد ايه في السكن؟ كنت بقول لك لسه السكن، احكي لي كده على السكن قد ايه تقريبا في السكن بالنسبه لك. انا بدفع $700 في الشهر. ولو كنت هتسكن بره كان ايه اللي بيحصل؟ لا هو تشالنج بصراحه. يعني انا اقدر اقول لكم في فانكوفر هي ممكن لو انت هتسكن في اوضه في بيت ولا حاجه ممكن تلاقي نفسك دخلت في حوالي $900 $1000. انت بقى انت وانت عايز، لو عايز تسكن في 1 بيدروم ممكن تلاقي نفسك دخلت لك في $2000. دي نقطه ثانيه. حاجه ثانيه يا عبد الرحمن، كنت كلمتني على فكره ان هنا بيساعدوكم في موضوع الريكروتمنت للطلبه بعد ما تخلص البرنامج، فاحكي لي كده على النقطه دي. هو طبعا هو كله يعتمد في الاول وفي الاخر على توفيق ربنا. مظبوط. طبعا في بزنس كارير سنتر معمول لطلبه ساودر سكول اوف بزنس. حلو قوي. للترم انت مسموح لك بالسيشن. ممتاز. انت اوريدي دافع فلوسها في مصاريف الدراسه يعني. اوكي. بتقعد مع كارير كوتش بيظبط لك الريزومي بتاعتك، الكفر ليتر بتاعتك، بيدربك على الانترفيو والكلام ده. غير الجوب فيرز اللي بيجوا اون كامبس. طبعا البيج فور الجماعه بتوع التجاره هيبقوا عارفيني. عارفينها. البيج فور بيجوا عندنا الكامبس مرتين في السنه. اوكي. بيبقوا زي نتوركينج ايفنت، بيساعدوك باشكال كتيره، نتوركينج، بيدربوك على انترفيو، بيدربوك. حلو قوي. حياه مصاريفك اليوميه او الشهريه بتدفع ايه وايه اللي بيحصل كطالب يعني؟ يعني كطالب انا الحمد لله بعرف اجيب اكلك منين؟ اكلي بنفسي. اوكي. في ناس اتعرفت عليهم ربنا يبارك لهم، معاهم عربيه ودوني كوسكو الحاجات فيه رخيصه جدا. ممتاز. فبجيب منه بجيب منه مره في الشهر. اوكي. وبظبط اموري يعني. تقريبا مصاريفي في الشهر ممكن تبقى ما بين $500 $600. ممتاز. طب عبد الرحمن، عايزك بقى تقول لنا كده يعني في الختام، وقبل ما نقول احنا بنعمل ممكن نساعد الناس بالظبط في ايه نصايحك اللي تديها للناس اللي بتتفرج علينا في الفيديو ده وحابه ان هي تيجي تدرس في UBC في ساودر سكول اوف بزنس؟ هو لو انت طالب دلوقتي وتقديرك مش قد كده يعني، شد حيلك، لان هم دي في فرصه ان هم بياخدوا على اخر سنتين بس. اوكي. انت هيبقى عندك فرصه تعلي الGPA بتاعك. اوكي. وبرده بالنسبه لاخواتنا بالنسبه للناس اللي في الجراحه عربي برده يشدوا حيلهم. الانجليزي برده المتطلبات فيه مش عاليه قوي، انت محتاج اوفر 6.5. ممتاز. في الايلتس يعني مش 7 يعني والكلام ده. لا لا اوفر 6.5. في الباندز ما تبقاش اقل من 6 في حاجه. اوكي حلو قوي. دي حاجتين مهمين جدا. شكرا عبد الرحمن، والله يعني انا شايف ان هي جوله جميله جدا. انا جيت UBC قبل كده كتير. انا بجد يعني كان لازم اعمل معاك الموضوع ده، لان الناس فعلا مش عارفه البرنامج ده. ويعني انا لحد ما جيت ودخلت كندا انا ما كنتش مصدق ان هنعمله كده فعلا ولا ايه. بالظبط حلو قوي، لان كمان فلوس زي ما احنا بنتكلم فلوس رقم قليل، رقم رمزي خالص. بالظبط. طيب فتعالى كده اقول لكم بقى احنا ممكن نساعدكم في ايه يا جماعه لو حد بيفكر يقدم، لان انا اتفقت مع عبد الرحمن ان هو مشكورا يعني هيساعدني في الموضوع بتاع التقديم للبرنامج ده تحديدا. فبالتالي عن طريق اكاديمي لو حضرتك حابب تقدم في البرنامج فاحنا هنساعدك عن طريق ان احنا بنقول لك الريكويرمنتس مره ثانيه بشكل ادق. احنا يمكن قلنا على فكره مفيش حاجه اكتر من احنا قلناها النهارده، مش كده؟ لكن يعني انت لو حابب ان احنا نساعدك زي الناس اللي انا بساعدهم في برامج ثانيه
فالبرنامج ميزته ان هو تكلفته رخيصه جدا، الانجليزي زي ما قلنا عامل ازاي. ان شاء الله هنساعدكم في الموضوع ده عن طريق اكاديمي. فلو اي حد حابب يتواصل معانا هنعمل معاه ميتنج، سواء عايز تقدم على طول على البرنامج او عايز برضو لسه ميتنجز ذاتس فاين. لكن اعتقد ان هو هتبقى حاجه حلوه وجود عبد الرحمن معايا في التقديم للبرنامج. وبرضه لو حد عنده اي استفسار بخصوص موضوع السي بي اي في كندا ممتاز، واشتراطاته، حلو قوي، انا اهلا وسهلا في اي وقت طبعا. ممتاز ممتاز. ممكن ايه رايك عبد الرحمن نعمل زي سيشن كده فري حتى للناس اللي عايزه تعرف حاجه معينه، ممكن للناس المهتمه يسجلوا مثلا عدد معين يسجل ونعمل انا وانت ميتنج معاهم او حاجه يعني. ما فيش اي مشكله يا باشا. طيب زي الفل، فكره تمام. حلوه جدا. عايز اقول برضه ملحوظه للناس اللي جاهزه او حبت البرنامج. اوكي هو الديدلاين تقريبا يوم 1 نوفمبر للانتاج بتاعه الوينتر اللي هتبدا اوكي في جانوري. اوكي ممتاز، فلو حد حابب يقدم يرتب ورقه ويظبط نفسه. حلو قوي. احنا بنقول لك ايه الورق المطلوب وكل حاجه، بس يعني عايز تبص عليها مع نفسك، نبص عايز نساعدك في التقديم برضه. يعني وجود زي ما بقول لكم عبد الرحمن بما انه موجود هنا وهيقدر يساعدك بعد كده في تروح فين وتعمل ايه وتجيب اكل منين، وممكن تسكن معاه في شقه بقى ولا حاجه بعدين، ان يبقى شاء الله الموضوع لما العقد بتاع ده يخلص ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. عبد الرحمن مره تانية انا عايز اشكرك جدا جدا يعني، حكيم، انا والله ليا بجد، الشرف والله الشرف ليا انا وربنا يجعل والله. كل اللي بتعمله ده في ميزان حسناتك ربنا يعني. يخليك يا عبد الرحمن، متشكر ليك جدا، وبالتوفيق بقى ليك ترجع بقى عشان عندك تسليمات وحاجات كده تانية، مش كده؟ عندي assignments ديدلاين النهارده. طيب تمام، يلا شكرا جزيلا يا عبد الرحمن، ربنا ماشي، يخليك. سلام. وده كده يا جماعه زي ما شفتوا كان نهايه الفيديو بتاعنا بتاع البرنامج بتاع الداب اللي هو دبلوما ان اكاونتنج في ساوذرن يونيفرسيتي في UBC. واتمنى يكون البرنامج عجبكم. هو فعلا البرنامج زي ما قلت لكم يعني التكلفه بتاعته قليله جدا جدا، المكان بتاعه في جامعه من ارقى الجامعات، والريكويرمنتس بتاعته حلوه جدا، باستثناء طبعا النقطه بتاعه التعليم والدرجه بتاعه الGPA بتاعتك. فدي برده نقطه تخلي بالكم منها. بالنسبه للناس اللي بتحاول تقدم او عايزه تقدم في البرنامج، زي ما عبد الرحمن ذكر ان الانتيك اللي جاي في نوفمبر هيكون اخر ميعاد ليه. فلو حد حابب يقدم طبعا يفضل يكون من قبله، لازم، عشان مش هينفع هنا الريكويرمنتس او الديدلاينز بتبقى سو ستريكت جدا ما بيقدروش يقدموا بعدها. لو انت حابب تقدم البرنامج هسيب لكم اللينك بتاع اكاديمي في اول كومنت. تصرفونا وتشوفكم على خير ان شاء الله، وخلي بالكم على نفسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.